كلنا بنشتري عقارات عشان خاطر نعمل لها ريسيل او اعادة بيع بعد فترة. الحقيقة في الفيديو ده عايز اتكلم على موضوع الريسيل بشكل اعمق شوية عشان اقول لحضرتك ايه التوقيت المناسب ان انت تعمل فيه ريسيل. واصلا عشان تعمل ريسيل او تشتري بهدف الريسيل المفروض من البداية تتبع بعض الخطوات اللي تخليك توصل لانك تعمل ريسيل لوحدتك بشكل اسرع. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب CEO لشركة توب مانجمنت. وخليني اقول لحضرتك في البداية وحضرتك بتشتري وحدة عقارية بهدف الريسيل لازم تخلي بالك من 6 نقط. بعد ال6 نقط دول هقول لحضرتك امتى تعمل ريسيل. رقم 1، المنطقة اللي حضرتك بتشتري فيها هل هي عليها اقبال للشراء ولا لا؟ يعني مثلا في القاهرة او في مصر في 6 مناطق فيها اهتمام كبير جدا او فيها توسعات عمرانيه، فبالتالي اللي بيشتري فيها بيكسب، فالطلب لما يبقى كتير بالتالي انت تقدر تعمل ريسيل او حتى ايجار. عند حضرتك رقم 1 القاهره الجديده، بتشمل المستقبل سيتي والقاهره او التجمع الخامس، وعند حضرتك العاصمه الاداريه الجديده، وطبعا نيو زايد في اكتوبر، والساحل والسخنه. دي مناطق حواليها اقبال كبير للاستثمار في القطاع العقاري. يبقى اول حاجه تبص على الديستنيشن او الاريا اللي بتشتري فيها، هل هي فيها توسعات عمرانيه الدوله مهتميه بيها ان هي تتوسع وفيها لسه اراضي بتطرح يوم بعد يوم ولا لا؟ عشان ده بيأثر بشكل كبير جدا. ما تروحش حضرتك تشتري وحده عقاريه في منطقه لسه بتبتدي تطلع او منطقه ما عليهاش اقبال كبير جدا ومتوقع ان الريسيل فيها او هيبقى الطلب عليها عالي. ادي رقم 1. رقم 2، لازم تكون المنطقة اللي حضرتك بتشتري فيها لهدف الريسيل فيها انشاءات كتيرة تحت الانشاء، فيها مشاريع كتيرة تحت الانشاء، مش مشاريع اوريدي هي اتبنت وخلصت فحضرتك هتاخدها عشان تعمل لها ريسيل، لان اللي بيشتري بعد كده هو كمان نفسه يقسط، فبيبقى فرصة الريسيل اعلى في المشاريع او المشاريع اللي اندر كونستراكشن. رقم 3 مهم جدا وحضرتك بتشتري تبقى عارف ان في مطورين في المنطقة دي، مطورين كبار او مطورين تحت مظلة بتحاسب ان المطور ده ما يطلعش او ما يبنيش متأخر، يعني مع مطورين مهتمين بنسب الانشاءات. ويفضل ان المشروع يكون في نسبة انشاءات كويسة، 20% 10% انشاءات، بس في نسبة انشاءات ومطورين ليهم اسماء كبيرة. رقم 4، ان كمان مهم جدا ان يكون الوحدة اللي حضرتك بتستثمرها ليها مواصفات خاصة. يعني في الشقق السكنية مهم جدا ان يكون الوحدة بتاعتك بحري، بتبص على فيو وايت جاردن، ووتر فيتشرز فيو، بتبص على مثلا جرينري فيو، اي فيو يكون فيو كبير. دي مواصفات مثلا اليونت المميزة. وما تاخدش اخر دور ولا اول دور، ولو جاردن تبقى على وايت جاردن، وان الشقه كمان تكون مربعه مش طوليه، وان تكون نسبه التحميل اقل من 25%، وان يكون الكاباسيتي بتاعت الفلور بلان 4 شقق ماكسيموم. فدي كلها حاجات مهمه. كذلك التجاري والاداري ليه مواصفات معينه كيونت بعد ما تختار المطور والمنطقه وانت بتختارها. مثلا في التجاري يفضل ان يكون المبنى كله تجاري بالكامل، او لو بيزنس كومبلكس او تاور بيلدينج لازم يكون المطور يعني واخد مساحه ارض كبيره، فبتقدر تخصص خدمات منفصله التجاري عن الاداري عن الطبي. والاداري طبعا عشان ما اطولش الفيديو على حضراتكم ليه طبعا مواصفات خاصه. طيب كمان مهم جدا انك تدفع اقل مقدم، دي النقطه ال5، اقل مقدم واطول فتره سداد، وتكون الاقساط متساويه. ده بيبقى اسهل لك في الريسيل وانت بتعمل ريسيل، فدي برضو حاجات من الحاجات المميزه جدا. بالاضافه كمان النقطه السادسه انك انت تختار التوقيت وانت بتعمل ريسيل. يعني ما تعملش ريسيل قبل ما تكون حققت الROI اللي حضرتك طالبه. يعني ممكن في ريسيل يبقى التوقيت ده مهم جدا بعد سنه او بعد سنتين او بعد 3، ممكن تقعد 3 سنين فتلاقي الوقت ده هو الوقت الانسب في ان انت تبيع فيه. فدي كانت 6 نقط باختصار شديد جدا وانت بتختار الوحده اللي في نيتك تعمل لها ريسيل بعد سنه او 2 او 3 او لما تستلمها. طيب تعال بقى اقول لحضرتك ازاي تحسب الاوفر بتاعك وانت بتعمل للوحده بتاعتك ريسيل بطريقه سهله. حضرتك الاول لازم تكون على الاقل الوحده اللي انت اشتريتها تكون اللي زيها في السوق او اللي زيها في الشركه
جابت 80 او 100% من ثمنها. يعني لو وحده ب 5 مليون بقت ب 10 مليون، كده بتدعم الريسيل. لو وحده ب 10 مليون بقت ب 20 مليون. ومعدلات الزياده السنويه للعقارات في مصر بتبتدي من اول 20 25% سنويا، ده لو مفيش ازمه دولار او مفيش زياده في مواد البناء. فاعمل حسابك على سنويا 25% 30%، يعني في 3 سنين ممكن تجيب 100% من ثمن الوحده بتاعتك. في معدلات وصلت اكتر من كده، بس انا بقول لك المتوسط. فعشان كده استنى لغايه ما الوحده دي تجيب 100% من ثمنها، وانت بتطلب الاوفر بتاعك هتطلب 100% من اللي دفعته. يعني الوحده اللي ب 10 مليون بقت ب 20 مليون في السوق او في الشركه، وحضرتك دفعت سنه او 2 أو 3 مثلا بالمقدم بتاعك، يعني انت بتدفع المقدم والاقساط وبتطلب مكسب. حضرتك اطلب على اللي مدفوع من المقدم والايجار 100% من اللي دفعته. يعني لو دفعت 2 مليون اطلب 4 مليون، لو دفعت 4 مليون اطلب 8 مليون، بس بشرط ان الشركه او السوق يكون الوحده بتاعتك دي زادت مره على الاقل، يعني 100%، يعني جابت 100% من ثمنها. عشان ليه بقول لحضرتك 100% من ثمنها؟ عشان لو المطور عامل اقساط على 8 سنين وانت فاضل لك 6 سنين، ولو المطور مدي مقدم 5% او 10% وحضرتك عايز مقدم واقساط واوفر، هنا المشتري ما يقولكش انا الاحسن اروح اشتري من الشركه، لان هو مديني عدد سنوات اقساط اكبر. فلما يجي يحسبها مع نسبه الانفليشن او التضخم اللي بيحصل، يلاقي لا، هو الريسيل كسبان معاه اكتر. فعشان كده حضرتك هتستنى لما الوحده تجيب 100% من ثمنها، فتطلب 100% من المدفوع. دي اسهل طريقه تعمل فيها اوفر تعمل فيها ريسيل للوحده بتاعت حضرتك. احنا كشركه توب مانجمنت بنقدم خدمه الريسيل، وبنقدم خدمه انك تقدر تستثمر من دلوقتي، وبنختار لك الوحده اللي هتقدر تكسب فيها في اسرع وقت او تاجرها في اسرع وقت. تقدروا تتواصلوا معانا على الارقام اللي قصاد حضراتكم. شكرا.